تعالوا نسوي هذه الوصفة اللي مستحيل في أحد ما يحبها، الكريم كراميل، بطريقة سهلة وناجحة من أول مرة. أول شي ضفت فنجالين سكر، نذوبهم على نار هادية، نقلبهم بهذه الطريقة بدون ما نحركهم بالملعقة عشان ما يتكتل. وبعد ما يذوب تماما نضيف كاسات التقديم ونتركه لين يبرد. وبهذه الأثناء نجهز الكريم كراميل. نحتاج ظرف واحد من الكريم كراميل و3 ملاعق حليب باودر و3 أكواب ونص تقريبا من الموية. نحركهم كويس على نار هادية، وقبل ما يغلي الكريمة نضيف ملعقتين من القشطة ونحركها لين تذوب. ونوزع الكريمة وهي ساخنة بالكاسات وندخلها الثلاجة أقل شيء 4 ساعات لين تتماسك ونقدمها. وأنا هنا حبيت أقدمها بهذا الشكل، تعطي شكل حلو للكريمة وتفتح النفس للكبار والصغار، والطعم والتماسك ما شاء الله ما أحكي لكم. جربوا هذه الطريقة للكريم كراميل وأنا متأكدة أنكم راح تعتمدونها.